الو. ايوه يا فهيم. ايوه يا حبيبتي، ازيك وازاي العيال وعاملين إيه في اجازة الجمعة والسبت يا حبيبتي؟ ايوه يا اختي. ايوه يا ستي رشيدة، ما اعرفش يا اختي. كل يوم كده الصبح بدري اودي العيال المدرسة، افتكر يا اختي يوم السبت اصحى برضو كده كده الساعة 7، اجي اعمل سندوتشات واحضر اللبن والقرفة باللبن بقى بتدفي العيال والزحزحة وكده مع عيش الفينو، ويمكن اديهم فطير ابو ينسون ياكلوه ويزهزهوا كده عشان يفوقوا لا الحصص يا حبيبتي. وطبعا زي ما انت عارفة يا اختي ان هي المدارس طبعا بتتعب فيها المدرسين والنزار والعيال تروح. ايوه يا استاذ فهيمة يا اختي، احنا بنتعب عشان عيالنا، وعيالنا يا اختي يبقوا كويسين وشاطرين ويعيشوا احلى عيشة. ايوه يا اختي والله. ولا دروس خصوصية يا ست فهيمة رهيبة رهيبة، والدراسة واسعة وكبيرة، العيال يا اختي عمالين يحسروا يمين وشمال، اشي من ابوهم وشي من امهم وشي توفي وشي كاندي وشي مولتو والدروس والسناتر. العيال يا اختي دماغتها استكت خالص، بقت مفلتة. اقول له الواد يا واد ارمي الموبايل ياض شوية، يا واد يقول لي يا ماما براجع، يقول لي يا ماما براجع على المذاكرة. مش عارفة اعمل ايه يا ست رشيدة. يا اختي كلنا تعبانين، هنعمل ايه؟ قهرتنا على عيالنا تعبانة، والعيال مش ملتفتة ابدا لان احنا بنهتم بيهم وبنشيلهم وبنعمل لهم لقمتهم وبنعمل لهم هدمتهم، وهم يا اختي مش حاسين بحاجة. الراجل بينحر في نفسه، اشي اوبر وشي ميكروباص عشان يدخل اللقمة الحلوة للعيل، واللقمة يا اختي ما بقاش فيها بركة ابدا. ايوه يا ست رشيدة. اه والله، بس هنعمل ايه؟ رضا ربنا كبير يا اختي. واذا كنت انت يا اختي عايزة حاجة ولا محتاجة ناولها لك، ناوليني يا حبيبتي. انا بنزل السوق بقول استغفر الله العظيم يا رب، يا رب افتحها علينا وأديها علينا يا أختي في الأيام الصعبة دي. وكل مدى يا أختي بنحاول نعيش، هنعمل إيه؟ لازم نرضى علشان الحياة تمشي. أيوة يا فهيمة. صحيح أيام البركة بتاعت زمان راحت، بس هنعمل إيه؟ لازم نعلم عيالنا المواريث والتقاليد اللي فاتت علشان يعيشوا بقى في الأيام الصعبة دي. أيوة يا أختي، وغزة شغالين ضرب فيهم اليهود الملاعين. ربنا ينجيكي يا غزة وينجيكي يا فلسطين من اليهود الملاعين. أيوة يا ست رشيدة، والله الواحد زعلان عليهم. يلا ربنا يسترها. مع السلامة بقى يا ست رشيدة، مع السلامة يا ست فهيمة، باي باي، مع السلامة يا أختي.